زغرت يا خدوس، زغرت يا فاطمة، بعبع أوروبا إلى الهاوية. فبعد صفعة الأرسنال في الأرسنال 3 مقابل لا شيء، تأتي صفعة أخرى من الأرسنال وفي سانتياغو برنابيو وأمام جمهور غفير، 2 مقابل 1. بعد الضجة الإعلامية من جمهور ريال مدريد وعشاق ريال مدريد بأنهم قادرين على العودة، ما شن لا عودة ولا عود، هزيمة، لاعبين منهكين، لا أداء لا فرجة. بعبع أوروبا أصبح أسد بدون أنياب. الله يحد الباس. هذا حال جمهور برشلونة. يقول لجمهور ريال مدريد: شدوا الصف مع خوتكم وشجعوا انتر ميلانو. يلا شدوا الصف وشجعوا انتر ميلانو. هذا حال البارسويين حاليا. زغرت يا خدوس، زغرت يا فاطمة، ريال مدريد باي باي. أقولها أن ريال مدريد هذا الموسم ريال مدريد مريض، وريال مدريد لا يموت. موسم كارثي فعلا. ريال مدريد هذا الموسم يلعب بدون ظهير أيمن وبدون ظهير أيسر وبدون وسط ميدان 10 وبدون مدافع صلب. ريال مدريد هذا الموسم هو في مرحلة نقاهة. أقولها: فالنتينو بيريز القرش يحضر لمفاجأة، ومفاجأة ستكون مضوية هذه الأيام. تغيير مدرب، جلب وسط ميدان، جلب ظهير أيمن، جلب ظهير أيسر من أحسن اللاعبين. أقولها أن القرش فالنتينو بيريز سيعلنها مدوية. القرش عندما تسقط ريال مدريد يحدث تغيير تلو التغيير. وأقولها أن هذا الموسم القادم ستكون انتدابات، أروع انتدابات ستعرفها ريال مدريد، لأن ريال مدريد في أمس الحاجة لتغيير هيكل فريقه بعد الألقاب الكثيرة. لاعبين لم يعودوا في السن ولم يعودوا في المستوى لينافسوا ويحملوا قميص ريال مدريد. أقولها وأكررها: ريال مدريد الموسم القادم ليس هو ريال مدريد هذا الموسم، فالقرش سيفترس الصغير والكبير. تحياتي لكم.